اللي حصل تقريري او تقريبا ما تم في مصر منذ الثورة كانت في 28 يناير بتحقيق حققنا 15 صوت طلب عظيم وهو إسقاط ظهور مصر، ولكن خلاله لم تتحرك وتعتبر الثورة ناقصة. بعد 6 شهور اعتقدوا ان الشعب مات وكانوا بالرأي على اننا نتوسع ثورة وان الشعب عبيط وبعد ما خلصوا وكانوا القوات اللي هي كانت قتل التجاوز على اعتبار الشعب كله الشعب رجع لثورته تاني. لهذا السبب الثورة بلازم تتحقق. هم عايزين حكومة انتقالية مدنية، مش هينفع مجلس انتقالي مدني. اسمعوني، المطلب لازم لما يكونوا اول الثورة ولازم فينا غلابة تعمل اول الثورة عظيمة في حياتنا. عدت 6 شهور اكتشف في 6 شهور حاجات كتيرة. كل القوى السياسية اتضحك عليها وراحت قعدت بتوع المجلس العسكري، ومنهم من تم استقطابهم ومنهم من رفض ورجع تاني للميدان. ما زالت مصر شريفة ومستمرة، ولهذا السبب انا بقول لكم باعتصام كأننا ثورة جديدة. 8 يوليو ثورة جديدة. الطلب الرئيسي هنشكل مجلس انتقالي رئاسي مدني دستوري. ازاي؟ عشان الشكل الدستوري اللي كنا بنكتبه في الاول كده القضاء والنتيج من كل القرارات والاتجاهات الشريفه استمرناهم خلال ال6 شهور، واللي تعتقدوا ان هم هيحاولوا على مصر وهم تعتقدوا ان احنا عندنا حكومه المجلس العسكري. المجلس العسكري مش هو الجيش، الجيش هو الجيش، الجيش بتاعنا كلنا، الجيش ده هو انتوا كلكم. ولكن احنا مش عايزين ندخل المجلس العسكري في تفاصيل هي مش بتاعته. الشعب يستطيع انه يحكم نفسه بنفسه. الثورة هي الوحدة تدير حياتك. انت تضيفوا امثلة مش عايزين نحققوا. اسمعوا يا اخوانا، اسمعوا مهم. الطلبات الاساسية احنا لقينا، احنا يا جماعة الناس سمعوا هنا. Oh,